حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في الحصة الثانية، وهنراجع فيها الوحدة الثانية إن شاء الله. إحنا كنا واخدين الوحدة الأولى وراجعناها مع بعض. هنراجع الجرامر بتاع يونت 2. معلش أنا عامل فوكس على الجرامر عشان أنا عارف إن في مشاكل كتيرة في الجرامر. لو أنت محتاج فوكاب أو محتاج إن أنت تركز على الفوكاب، بس سيب لي كومنت إن أنت محتاج كلمات، محتاج أي حاجة، أي أسئلة أنت محتاجها ابعت لي بس في الكومنتس بتاعتك، وهتلاقي في الكومنتس بتاعتنا على الصفحة، وهتلاقي على طول أنا عملت فيديو مجمع لكل الكومنتس الموجودة. طيب أول حاجة أنا عندي في يونت 2 الجرامر بتاعنا هنشتغل على حاجة اسمها present continuous or present progressive، اللي هو زمن المضارع المستمر. طيب زمن المضارع المستمر تعال ناخد مثال عليه عشان نعرف بس هو شغال ازاي. لما اجي اقول لك I am eating some food now، ده بيعبر عن ايه؟ refers to an action which is happening at the time of speaking، حاجة بتحصل في نفس وقت الكلام، حاجة بتحصل دلوقتي ما هياش بتتكرر، او حاجة بتحصل دلوقتي وان شاء الله هتخلص. طيب ده اول استخدام ليا. طب انا عملت ايه؟ حطيت الاي، بعد كده حطيت الام، بعد كده حطيت الفيرب اي ان جي مع بعض الكلمات الدالة على الزمن زي كلمة now. طيب انا دلوقتي عايز اقول ان انا مش باكل دلوقتي، انا بذاكر، يبقى هقول ايه؟ I'm not eating now، I am studying. اوكي، يبقى النيجاتيف بتاعي بروح استخدم كلمة not، بستخدم كلمة ايه؟ not. طيب تعالى واحنا شغالين على الزمن ده بنفس الأمثلة دي، لما اجي اقول لك what are you doing now؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ بتقول له I am eating، I am sleeping، I am speaking، I am writing، I am reading. يبقى بستخدم am is are والverb ing to express what؟ عشان يعبر عن الحاجة اللي بتحصل في نفس وقت الكلام. طيب في بعض الكلمات الدالة على الزمن أنا محتاج أعرفها في الأول، زي كلمة now، زي كلمة right now، at the moment. طبعا عندي now right now، at the moment، today، tonight، at present. طبعا دول بيجوا فين في الجملة؟ بيجوا في آخر الجملة أو بحطهم في أول الجملة وأروح مستخدم الكوما بعدهم. For example now she is talking to her manager. This means she isn't in her room. She is talking to her manager. استخدمت كلمة now at the beginning، أو ممكن أمسك كلمة now أحطها فين؟ في آخر الجملة. طيب نفس الكلام مع كلمة right now، نفس الكلام مع at the moment، نفس الكلام مع today، tonight، at the present أو at present. طيب في كلمات تحذيرية أو تنبيهية زي كلمة look، زي كلمة listen، زي كلمة watch out. كل الكلمات دي لما بتيجي في أول الجملة هي تنبيه أو تحذير لحاجة هتحصل دلوقتي. خلاص لما أجي أقول لك look my dad is coming، بقول لك خلي بالك بابايا جاي دلوقتي، أو بص بابايا جاي دلوقتي. طيب يبقى دي الكلمات اللي بتعبر عن الزمن. يبقى الزمن باختصار بيتكون من subject اللي هو الفاعل plus am is are plus الverb ing. اوكي طيب
في بعض الحالات انا لازم اتكلم عليها الافعال اللي اخرها اي. يعني مثلا زي كلمه come، لما اجي احط لها الفيرب اي ان جي اول حاجه بروح اعملها بشيل الاي واروح حاطط اي ان جي، بقى اسمها coming. طيب الفعل اللي اخره واي مش بنشيل الواي. انا مش عارف ليه بشوف طلبه كتير بيشيلوا الواي ويحطوا اي ان جي. لا يا بابا الكلام ده مش صح. بحط عادي خالص studying، بخلي الواي وبحط لها الفيرب اي ان جي. في بعض الكلمات اللي اخرها اي اي زي كلمه lie، لما باجي احط لها الاي ان جي بحول الاي اي لحرف الواي بخليها lying. اوكي. طيب في افعال تاني زي كلمه swim، اخر حرف consonant اللي هو حرف ساكن قبليه حرف الاي اللي هو vowel، يبقى consonant preceded with او preceded by vowel بنحط له duplication او بنعمله duplicate the letter بنخليه swimming double m i n g. طيب يبقى دي الحالات بتاعتي لما اجي احط الاي ان جي. الحاله الفعل اللي اخره اي بنشيل الاي ونحط اي ان جي، الفعل اللي اخره واي بنثبت الواي زي ما هي ونحط اي ان جي، الفعل اللي اخره اي اي بنشيل الاي اي ونحولها لواي. كلمه سويم اخرها ام حرف ساكن قبليه حرف متحرك بنخليه نعمل دبليكيتنج لاخر حرفين. خلاص. وطبعا الكلمات دي اللي هي one syllable زي كلمه سويم اللي هي one syllable مقطع واحد. اوكي. طيب دلوقتي عندي كلمات تانية بتدل على الزمن زي كلمة this week أو this year أو this month. طبعا وفي كلمة these برضو مع نفس الكلام بس هنجمعهم هنخليهم s these weeks these years these months. خلاص. طبعا الكلمات دي كلها بتعبر على temporary action أو حدث مؤقت، حاجة بتحصل مؤقتا الأيام دي. يعني مثلا لما أجي أقول لك I always eat meat but today النهارده بس I am trying chicken. ايه اللي حصل هنا؟ انا قلت العاده بتاعتي اللي هي دايما بتحصل خلاص وخليتها temporary action النهارده بس بجرب الايه؟ chicken. خلاص. طيب يبقى لو في حدث بيحصل مؤقتا مش دايم، الحدث الدايم خلاص بستخدم present simple او حاجه اسمها general action. خلاص. بنستخدم فيه present simple اللي هو permanent action. خلاص. انما temporary action اللي هو الحدث المؤقت بنستخدم فيه am is are والverb ing. اللي كمان في كلمات تانية بتدل على الزمن زي كلمة tomorrow وزي كلمة next، ودول بنستخدمهم لما يكون في future arrangement. ايه ده؟ هو انا هستخدم ال present continuous او ال present progressive مع ال future arrangements؟ اي ترتيب مستقبلي. والفرق ما بين ال arrangement وبين ال plan حاجة واحدة بس، ان ال plan هي خطة بتفكير، انما ال arrangement هي عبارة عن ترتيب. يعني ايه ترتيب؟ انا برتب الحاجة وباخد لها steps، باخد لها خطوات. يعني لما اجي اقول لك I bought a new shoes sorry a new shirt. Okay. I am meeting my new friend tomorrow. واحد صاحبي اشتريت له تيشيرت مخصوص عشان اقابله بكره
انا اوريدي عملت الارينجمنتس بتاعتي واخدت الستيب بتاعتي ان انا اشتريت نيو تي شيرت خلاص او نيو شيرت عشان اقابل صاحبي الجديد بكره خلاص. يبقى انا هنا اخدت خطوه للارينجمنت. طيب ممكن السؤال ده يجي لي بطريقه تانية. we made all the arrangements كل الايه الترتيبات we space next Monday. يا ترى travel ولا traveling ولا are traveling؟ we هنستخدم معاها are traveling. طبعا ناس كتيره بتروح حاطه كلمه traveling ودي هتبقى ميستيك عشان ناقصه الار. اوكي طيب يبقى انا كده عندي الفيوتشر arrangements بنستخدم فيها البريزنت continuous. قال لي برضو مع الانوينج habits يعني حاجه بتتكرر بس بتضايق. مثلا اجي اقول لك ايه you are always telling jokes. الباشا دمه خفيف ودايما بيقعد يقول ايه نكت ودي حاجه مضايقاني قوي. فساعتها رحت حشرت له كلمه ايه always ما بين am is are وبين الفيرب ing. قلت you are always telling jokes. خلاص ليه استخدمت always؟ عشان خاطر اعرفه ان الهابت دي هي عباره عن annoying habit. يبقى ال present continuous باختصار هو عباره عن حاجه بتحصل دلوقتي او حدث مؤقت او ترتيبات مستقبليه او هستخدم كلمه always مع ال annoying actions. اوكي طيب تعالى نرجع للكتاب المعاصر عشان نشوف الكلام ده ونحل عليه. اول حاجه جايب لي التكوين بتاع ال present continuous. ال I تاخد ال am plus الverb ing اللي هي she at plus is plus الverb ing we you they plus are plus verb ing. I'm reading short stories at the moment. He is practicing hard to get ready for the competition. We're trying to solve the problem together. النيجاتيف بتاعي بروح حاطط كلمة not am is are plus not plus verb ing. She isn't studying English at the moment. They aren't playing tennis now. طيب اقدر اسال في الزمن ده باستخدام am او is او are وهيبقى الاجابه بتاعتي ب yes or no. am I he is he or she or it plus verb ing or we او you او they plus verb ing. Is she helping sick people at present? Yes she is or no she isn't. Are they growing potatoes now? Yes they are or no they aren't. في question words زي what زي where زي why زي when واروح حاطط am is are plus subject plus verb ing. Where are you going now? To the club. I'm going to the club. نستخدم present continuous to talk about actions that are happening at the time of speaking أو are happening now. They are cleaning the library now أو they are cleaning the library at the moment. طيب كلمة write زي ما احنا قلنا الاي خليناها ing. practice شلنا الاي وحطينا ing. الافعال اللي يكون اخرها ساكن وقبلها حرف متحرك بنعمل duplication زي swim swimming sit sitting. اوكي عندي خلي بالك من الملحوظة دي هنا الدي consonant وقبليه vowel بس اللي قبليه ده long vowel. اللي قبليه ده ايه long vowel زي كلمة feed خليناها feeding بدون ما نعمل duplication ولا حاجة. ليه؟ عشان اللي قبلها long vowel مش short vowel. wait ال A وال I خلوا لي long vowel sound فتبقى waiting. طب ايه الكلمات اللي بتدل على ال present continuous؟ now look listen take care right now look out watch out at the moment at present. تعالى نتدرب على الكلام ده. number 1 I space my vocabulary notes right now.
طالما في right now هنستخدم am revising. We space doing experiments in the lab هتبقى we are doing experiments at the lab. وخلي بالك ان كلمه experiment تاخد الفعل do، ودو حطينا لها ing. I'm space better step by step هتبقى I am getting. وهنا ده على فكره من ضمن الاستخدامات اللي مش موجوده هنا، مش مكتوبه في الشرح بتاعنا، ان ده لما يكون ايه حاجه اسمها gradual change. يعني ايه gradual change؟ يعني تغيير تدريجي سواء للزياده او للنقص. يعني التغيير ده بيحصل بايه؟ تدرج. عشان كده قلت step by step. يبقى she is getting. They football in the playground at the moment يبقى هنستخدم are playing. طيب بعد كده we space trying to solve the problem together. طالما عندي ing يبقى ناقصه are. He space a film in the cinema now يبقى he is watching a film in the cinema now. Look تحذير تنبيه. The children are playing. Sleeping ing يبقى ناقصه am و is و are. عندي ال I يبقى انا عندي I am not sleeping عشان ال I بتاخد am. She lunch at the moment يعني استخدم is cooking. Lunch at the moment. Working right now هتبقى is he working right now. ليلى use هنا بنعمل correction، بنعمل تصحيح للكلمة اللي بين قوسين. An application to learn words at the moment. خلاص طالما شفت at the moment خلي بالك لو مفيش at the moment كنت هقول uses. اتفقنا؟ انما هنا هنشيل الاي هتبقى using. طيب using دي تنفع كده بس تحسب لك غلط، لازم اروح حاطط is او are. ليلى هتاخد is يبقى is using. The students are revising طبعا عشان في ing. He is researching. I am learning عشان في am يبقى ناقص الverb ing. He practicing يبقى هقول he is practicing hard to get ready for the competition. What are you؟ فعندي are يبقى ناقص ال ing يبقى اروح حاطط كلمة doing. Look it is raining. The sky is raining now. She خلي بالك ان انا طالما حطيت لي not يبقى لازم نيجاتيف وفي ing يبقى احط isn't listening. is not listening. rewrite ده السؤال اللي هنستخدم فيه rewrite by using the words between brackets اللي هو كلمة now. انا عايز احط now في الجملة دي، طالما احط now في الجملة دي يبقى احول الزمن من present simple ل present continuous. يبقى انا اول حاجة لازم افكر فيها وانا بحط now am و is و are والverb ing. ال we هتاخد ايه؟ are. طيب والverb ing ادي الverb اللي هحط له ing doing. وهكمل الجمله بتاعتي وفي الاخر خالص اروح حاطط كلمه ايه؟ now. I get better step by step هتبقى I am getting اهي ال ing وطبعا حطيت دبل تي عشان خاطر قبلها vowel sound. The students وطبعا ده short vowel وده one syllable. The students revise for the exams. عاوز استخدم كلمه revising تبقى the students اللي هي البلورال هتبقى are revising for the exam. Is he researched information on the internet هتبقى he is researching information on the internet. وممكن احط كلمة now او at the moment as you like. طيب now حلينا زيها. Can't he isn't able to at sing well. هي at هنا زيادة معلش سوري احنا كأنها مش موجودة أصلا. هتبقى isn't able to بتساوي كلمة can't. يبقى هنستخدم ايه؟ he can't sing
well. طيب يبقى انا عندي كلمه is able to. am او is او are able to plus الverb infinitive equals can plus الverb infinitive. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي اقول لك she can drive a car، عاوز استخدم كلمة is، يبقى عاوز استخدم ايه؟ she، هشيل كلمة كان واحط مكانها الاكسبريشن ده كله، هتبقى is. طبعا عشان she بتاخد is able to drive a car. طيب yes they are cooking now، عايز استخدم are capital يبقى عاوزها سؤال، يبقى هشيل اول حاجه yes وهعمل المقص بتاعي تبقى are they cooking now. عاوز استخدم not يعني عاوز اخلي الجمله نيجاتيف، بدل is sleeping هنخليها isn't sleeping. طيب correct the mistake، في عندي mistake هنا كلمة play في are قبلها يبقى هنخليها playing. how can دايما بيجي بعدها الverb infinitive هتبقى improve. she can to fly، كان ما يجيش بعدها to يبقى هنخليها كان ايه؟ كان fly. why do you making a map، طبعا انا عندي هنا الفيرب ing ما ينفعش يجي معاه do يبقى غصب عني، ولا ينفع يجي معاه كان يبقى هروح حاطط are. طيب find the mistake، هنا مش حاطط لي خط تحت المستيك. I am learn new vocabulary at the moment، يبقى هقول ايه؟ I am learning، يبقى بدل am learn هنخليها am learning. she can swims، يبقى هنشيل كلمة swims ونخليها swim. they were playing football in the playground right now ما ينفعش تيجي مع were، يبقى were هتتحول لإيه؟ شطار لR. my favorite subject is English so I can't speak it very well. واحد الفيفورت سبجكت بتاعته انجلش مش هيقدر يتكلمها ازاي، يبقى هخلي كانت دي ايه؟ بدل ما هي كلمة can't هتبقى can. I'm sorry I can help you، هعتذر له وانا مش قادر اساعده، هتبقى can't بدل can. she's reading a book yesterday، يبقى هشيل yesterday واروح حاطط كلمة today أو now أو right now أو tonight. does he solve problems easily؟ yes he إيه؟ can. طالما جاوب بكان يبقى السؤال بتاعي بإيه؟ بكان، يبقى أشيل does وأخليها can. they are grow crops in the field، أنا جاوبتها أصلا يبقى are growing. اوكي هنا دي كانت الجزء بتاع الجرامر في lesson 1 و 2. تعالى بقى معايا احنا في حاجات ده كده الجرامر خلص بتاع البريزنت كونتينيوس بالنسبه لتريب 1، بس في شويه نوتس لازم تخلي بالك منها. ان انا عندي افعال اصلا مش هينفع نستخدمها اي ان جي، مش هينفع نستخدمها بروجريسيف، ودي بنسميها ستيتيف فيربس. يعني ايه مش هقدر احط لها الاي ان جي؟ يعني مثلا فعل زي want مش هقدر احط له الاي ان جي، يعني لو انا لقيته في الامتحان wanting يبقى الجمله بتاعتي mistake. طيب زي الفعل need ما اقدرش احط له
ing. زي الفعل have، خلي بالك have ده اللي بمعنى ياكل او يشرب ينفع احط له ing، انما اللي بمعنى يملك، ما هو ما ينفعش املك بيت دلوقتي وابيعه دلوقتي. يعني اقول لك I'm having a house now، دي طبعا هتبقى mistake، انما I am having my food now، I am having my breakfast، يبقى هنا لو جت بمعنى ياكل او يشرب ما عنديش اي مشكله فيها، انما لو جت بمعنى يملك ما اقدرش احط لها ing. يبقى دي have اللي بمعنى كلمه own. اوكي، ونفس الكلام كلمه own، ونفس الكلام كلمه belong. يبقى خلي بالك ان في افعال طالما هي ما بتاخدش وقت طويل، طالما هي ما تقبلش الاستمراريه، ما ينفعش احط لها ing. وهنا احنا انتهينا من الجرامر بتاع يونت 1 سوري بتاع يونت 2، وراجعناه مع بعض، واتمنى تكونوا استوعبتوا درس كويس، وكمان الحل اعتقد ان هو اكد شويه على المعلومات اللي عندكم. لو في اي نوتس، في اي سؤال انت محتاجه، ابعت لي على طول على الكومنتس، وانا هعمل لكم فيديو مخصوص للحاجات اللي انتوا طالبينها، زائد ان احنا هنعمل مراجعه شهر ان شاء الله هتكون كلها حل اسئله. اشوفكم على خير ان شاء الله في يونت 3.